عندنا بداية مهمة النهاردة في بطولة الدوري أمام الشرقية إنبي. بداية هتحدد حاجات كتير جدا في النادي الأهلي في الفترة الحالية. تبين لك شكل الفرقة، تبين لك أفكار المدير الفني، تبين لك حاجات كتير جدا إحنا ما شفناهاش، لأن إحنا ما شفناش فترة الإعداد ولا شفنا الماتشات الودية غير هو ماتش برشلونة بس. ماتش برشلونة طبعا ما ينفعش أنت تحكم على أداء اللعيبة، لأن الفوارق الفنية كبيرة جدا بين لعيبة برشلونة ولعيبة النادي الأهلي، وده طبعا واضح جدا للجميع يعني ومعروف للكل. فأنت مش كنت مستني إن أنت تشوف حاجة في ماتش زي ده غير إن أنت تشوف شكل كويس للفرقة في الملعب، وان انت طبعا ما تطلعش بنتيجة يعني تهمدك وانت لسه في بداية الموسم. طبعا قرار حسين عموتة باستبعاد امام عاشور من القائمة بتاعة الفريق كان قرار موفق، وقرار اعتقد محدش زعل من جمهور النادي الاهلي بسببه، لان انت لاعب طالما مش جاهز بالنسبة للمدير الفني او مش جاهز بدنيا ولا فنيا ولا ذهنيا، فطبيعي ان احنا مش عايزين نشوف قائمة الفرقة ولا نشوف في الملعب. طالما اللعيب لسه بيتعولق معنى الكلمة في موضوع ان هو يجدد او لا، او ان هو عايز يمشي او لا، او الكلام ده، انت الخيارات اتحطت قدامك كلاعب. انت عايز تكمل في الفرقة اهلا وسهلا، مش عايز انت لسه عقدك معايا سنتين هتكملهم، عايز تمشي هات عرض كويس يليق بالنادي الاهلي وامشي مع السلامة، محدش هيقول لك لا ولا حد هيقف في طريقك. وده اللي المسؤولين قالوا لامام عاشور، انت عندك عرض جيبه وامشي، بس انت اقل من 7 مليون انا مش هبيعك. فانت مش هتقعد تجيب لي عرض ب4.5 مليون يدفع على 3 سنين وتقول لي اصل انا معايا عروض، فين العروض دي؟ فطبعا دي قصة إمام. فطبعا كده كده احنا أهم حاجة بالنسبة لنا هي مصلحة الفرقة ومصلحة النادي، وأهم حاجة يكون الأهلي أو الفرقة مستقرة عشان ما يحصلش معانا نفس اللي حصل الموسم اللي فات. وده اللي باين في شخصية المدير الفني، إن أنا اللي جاهز واللي بيتمرن كويس هو اللي هيكون متواجد معايا في القائمة بتاعة المباريات، غير كده أنت مش هتكون موجود معايا في الماتش ولا هتكون موجود معايا في القائمة. انزل اتمرن، اعمل اللي عليك، ده أكل عيشك، دي شغلانتك اصلا اللي انت بتاخد عليها فلوس، وانتوا ما بتاخدوش فلوس شويه كلاعيبه كوره يعني. فانت مش عاجبك راتبك، الاهلي عدل لك راتبك، انت مش موافق على الراتب ده، خلاص براحتك، انت كمل على نفس الراتب القديم بتاعك، يا اما هات عرض وامشي، ما عندناش اي مشكله في القصه دي يعني. ما علينا. دي قصة إمام عاشور طبعا واستبعاده من القائمة بتاعة المباراة. أما بالنسبة للمباراة فهي مباراة هتبين لنا حاجات كتير جدا، وأنا مستني إن أنا أشوف المباراة دي، لأن هي أول مباراة للنادي الأهلي في بطولة الدوري، أو أول مباراة رسمية عامة للنادي الأهلي مع مدير فني جديد، مع لعيبة جديدة، مع قوام جديد لسه بنبدأ معاه. لعيبة كلها معظمها صغيرين في السن مع طبعا لعيبة كبار. فعايزين نشوف التوليفة دي الحسين عمود هيمشيها ازاي مع طبعا كابتن وائل جمعة، ونشوف شكل الاهلي هيبقى عامل ايه في الفتره الجايه. واتوقع النادي الاهلي ممكن يلعب بنفس التشكيل بتاع مباراه برشلونه، ممكن نشوف زيزو بيلعب رقم 10 زي ما شفناه بيلعب قدام برشلونه، ونشوف طبعا